تخيل معايا كتفيق في الصباح على خبر كيهرس القلب. عمارتين طاحوا في فاس، أرواح زحقت، عائلات تدمرات، ومدينة كاملة كتحاول تفهم اش وقع بالضبط وكيفاش وصلنا لهاد الفاجعة. اليوم غادي نهضروا على فاجعة حي المستقبل بفاس، وحديث الساعة في كل الصحف والمنصات، وغادي نرجعوا خطوة بخطوة للحقيقة، للأسباب والقانون اللي كيهضر على هاد النوع من الكوارث، وحتى التحديث الرسمي للحصيلة. اليوم وصل 22 قتيلا و16 جريحا. السلام عليكم، أنا أحمد ياسين، وهذا برنامج ايفوفيت ريل توك. شنو وقع بالضبط؟ نهار الوقاية المدنية وصلت للمكان، لقات عمارتين سكنيتين منهارات تماما. شهادات السكان قالت أن العمارة الأولى بدا عليها التصدع من قبل، وأن الناس كانوا كيسمعوا طقطقات في السقف، لكن ما كان حتى تدخل فوري واضح. وخلال دقائق الهيكل كامل تكسر وطاح فوق الساكنة بلا رحمة. الصور اللي تسربات من مكان الحادث كتبين حجم الكارثة: ركام، حديد، أتربة، وصراخ عائلات كيقلبوا على أولادهم وسط الفوضى. الأسباب المحتملة علاش طاحت العمارتين؟ حسب التحقيقات الأولية والتصريحات المتداولة ومصادر محلية، كاين 3 الأسباب رئيسية. 1. البناء العشوائي vs الرخص القانونية. عدد من الجيران صرحوا أن العمارة كانت فيها زيادات غير قانونية، طوابق مضافة بلا ترخيص، تعديلات داخلية في الأعمدة، توزيع الأحمال تبدل، وهذا كيخلي المبنى يفقد توازنه مع الوقت. 2. التربة والضغط العمراني. منطقة حي المستقبل أصلاً عرفت في السابق تشققات في بعض المنازل بسبب نوعية التربة اللي ما كتحملش البناء العالي ولا الحفر الكبير. 3. غياب المراقبة التقنية. هنا كيوصل السؤال الكبير: فين كانت المراقبة الهندسية؟ فين كانت اللجان اللي خاصها تزور الورش؟ وفين كانت الوكالة الحضرية والجماعة أثناء الإنشاء؟ هذه الأسئلة اليوم كيسولوا عليها آلاف الناس. شنو كيقول القانون في هذه الحالات؟ حسب قانون التعمير والبناء المغربي، أي مبنى يطيح أو يشكل خطر على الساكنة كاين 3 المستويات ديال المسؤولية. 1. المسؤولية الجنائية: أي شخص ساهم في البناء بلا ترخيص أو زاد طابق بلا إذن أو غش في المواد كيواجه الحبس من 6 أشهر حتى ل5 سنوات، وغرامات توصل ل100 مليون سنتيم. 2. المسؤولية الهندسية: المهندس المعماري، المهندس المدني أو مكتب الدراسات، إلا تبت أنهم صادقوا على تصميم مصالحش الجزاء كيكون ثقيل بزاف. 3. المسؤولية الإدارية للجماعة: القانون كيحمل الجماعة مسؤولية مراقبة أوراش البناء، وإلا تبت الإهمال الإداري الدولة كتدخل بقانون المسؤولية التقصيرية، بمعنى ماشي واحد اللي مسؤول، منظومة كاملة خاصها تحاسب. الهشاشة العمرانية: فاجعة ولا إنذار؟ اللي وقع في فاس ماشي حدث معزول، قبلها شفنا حالات مشابهة في كازا، طنجة، الجديدة. هذه الفاجعة كتفتح سؤال كبير للمغاربة كاملين: واش كل البناية كنسكنوا فيها فعلا آمنة؟ الخبراء كيأكدوا أن بزاف ديال الأحياء اللي تزادوا في سنوات التسعينات والألفينات ما دازت لا من مراقبة ولا من تتبع تقني صارم. الرسالة الأخيرة: الفاجعة ديال فاس ماشي غير خبر، هي درس مؤلم، وهي صرخة كتوصل اليوم للمسؤولين كاملين. أرواح الناس ماشي لعبة، وحتى الساكنة عندها مسؤولية. ما تبنيوش ولا تزيدوا طابق بلا رخصة، راها ممكن تكون سبب كارثة كاملة. هذه كانت قراءة معمقة هادئة وواقعية. الفاجعة هزات المغرب كامل، واللي مازال التحقيق فيها مفتوح، وغادي نرجعوا ليها مع أي تحديث جديد. شكرا على المشاهدة، وإلا عجبك هذا الفيديو اشترك في القناة، فعل زر الجرس، وشارك الفيديو مع أصحابك باش الوعي ينتشر. وإلى اللقاء، ونلتقى في حلقة جديدة.